السلام عليكم. في الفيديو ده انا معايا الخمار الفرنسي اللي هو لسه طالع جديد، ومعايا طرحه شيفون عاديه خالص. والنهارده هوريكم الخمار الفرنسي بطريقتين. هلفه معاكم اول حاجه بطريقته العاديه واوريهولكوا شكله عليا عامل ازاي، وبعد كده هوريكم ازاي لو انتم مش عندكم تعملوه بالطرحه الشيفون العاديه خالص. فتعالوا. هو ده كده بيكون شكله. هنا بيكون فيه رباطين، وبقدر ان انا لا اما اربطه من ورا زي كده زي كده، او ان انا اربطه من جوه الخمار نفسه. يعني الطريقتين معانا دول بدخلهم من جوه. بقى كذا اوبشن ان انا ممكن مثلا اعملهم من قدام لو انا عايزه اعمل من هنا 7، او لو انا عايزه احتفظ بالشكل الدائري بتاعه فاربطه من جوه عادي. بصوا هو ده كده بيكون شكله. عايزه اقول لكم ان هو مريح جدا جدا في اللبس فوق ما تتخيلوا. يعني ممكن تلبسيه على بندانه بس اللي هي بتبقى زي دي كده، هتلبسي بس بندانة سوري تحته، او ممكن تعمليه لو انت حابة على البندانات اللي هي بتبقى مرفوعة من قدام، بياخد معاكي الشكل اللي انت عايزاه. ممكن تلبسيه على شعرك بس من غير اي حاجة، فهو بيكون لطيف جدا في الاوقات اللي بتبقى فيها حر وصيف وكده، مش عايزين نلبس بقى بندانات كتير او كده، فممكن تلبسيها على حاجة زي كده. دلوقتي بقى هوريكم لو انا هعمله بطرحة عادية هنعمله ازاي. لو هنعمله بطرحة عادية شيفون، فيفضل ان احنا نبقى لابسين تحت بندانة بتكون مغطية الرقبة كلها، لان الطرحة بتبقى شفافة، وعلشان الطرحة دي مش هتعمل طبقتين فوق بعض فمش هتغطي رقبتنا، فيفضل نبقى احنا لابسين تحت بندانة. طيب اول حاجة ان احنا هنجيب الطرحة بتاعتنا من النص كده، هنتنيها تقريبا هيكون الاتنين طولهم قد بعض من تحت، وبعد كده هبدأ ان انا اعملهم من ورا بدبوس. بصوا ده كده بيكون شكلها. الطرف ده انا برجعه لورا خالص عشان يبقى مداري الظهر. تمام. بجيب الطرف ده وابدأ ان انا ارفعه لفوق واثبته بدبوس، وبعد كده انزل بنفس الطرف واروح جايه مثبته بقيته الناحيه دي بدبوس. ثانيه بس اشيل الطرحه اللي تحت. بعد كده بقى ببدأ ان انا اظبطها بالشكل اللي يعجبني. يعني ممكن اخليها عادي من قدام 7، مش عارفه المايك اكيد عامل دوشه، ثانيه واحده بس. ببدأ ان انا بقى اظبطها زي ما انا عايزه، بجيب الطرف اللي ورا ده عشان هنا ما يكونش شفاف كده، وببدأ ان انا احط عليه الطرف التاني واظبطه بدبوس. تمام. بتبقى دي كده شكلها. هي بتكون طويلة من قدام وطويلة من ورا. الحتة دي بقى ممكن نظبطها كده بدبوس برضو من هنا، وهتظبط معانا شكلها. واللفة التانية بس مش عارفة هتبقى في خروشة وانا بتحرك بالطرحة على المايك ولا لأ، فمعلش بقى. طيب اول حاجة هجيب، يعني الطرحة بتبقى عادي محطوطة كده، والطرف ده بيكون اقصر شوية من الطرف التاني، يعني ده بيكون اقصر شوية من ده. بعد كده بجيب الطرحة من تحت، شايفين؟ يعني دي عادي محطوطة كده، والطرف التاني دي انا بجيبها من تحت وبحطها واثبتها هنا كده بدبوس. طيب وبعد كده الطرف التاني بقيته ده كده ببدأ ان انا اثبته برضو بدبوس. دلوقتي بقى ده كده شكلها. انا مثبته الجنبين اللي من تحت بدبوس، وهي من بره كده فلوفي، يعني شايفين؟ هرجع ده كده لورا شويه واخلي الجنبين دول طالعين لبره. بعد كده هاجي للطرف الطويل جدا ده من عندي، وهبدأ ان انا اخد الطرف ده من تحت اهو. بعد كده هتنيه
كده عشان بس يبقى شكله حلو من قدام، وبعد كده هقربه عند لحد ما انا عايزة، وهبدأ ان انا اضمه كده على بعض واعمله من ورا بدبوس. بعد كده انا بساوي الطرف ده وبثبته هنا كده يعني بدبوس، وبظبطه ان هو يبقى 7 من قدام كده، وبجيب الطرف ده وثبته من هنا كده بدبوس برضو علشان مفيش اي حاجة خالص من رقبتي تبان. طيب المشكلة بس في اللفة دي ان هي من ورا مش بتكون مدارية الظهر، فممكن نعملها على جاكيت يكون اوفر سايز، ممكن نلبسها على حاجة تبقى عندنا واسعة، او انا كنت لبستها على الخمار اللي هي كان عندي تلبيسات كده مش عارفة اسمها تركي بقى ولا ايه مش عارفة، بس هي دي شايفين هي بتتلبس كده على الرقبة، فكنت بلبسها على الجزء ده ودي بعملها فوقيها. هوريكم هنا صورة ليها وكانت بتبقى لطيفة جدا، ودي بتبقى خلاص مدارية الظهر ومن قدام ومن ورا وكده، بتبقى شكلها لطيف. فقولولي في الكومنتس اني واحدة انتوا حبيتوها وممكن تجربوها اول حاجة عليكم كده، بحيث لو انتوا حسيتوا شكلكم حلو في الخمار الفرنسي تبداوا بقى ان انتوا تشتروا الخمار. مش عاوزاكم تعملوا لايك وشير على قد ما عاوزاكم تدعولي في الكومنتس بان ربنا يوصل لي عمري كده الفتره دي واكون احسن ان شاء الله. هستنى الكومنتس بتاعتكم ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.